برج الأسد، التلات 7 يوليو، الشمس في الدرجة 15 45 في برج السرطان، بيتك ال12، منزلة الطرفة، منزلة نحس، خلي بالك منزلة الطرفة دي مربع ونص مربع مع العقدة الحقيقية في الحوت في الدرجة 0 45، بيتك الثامن أيها الأسد، منزلة الفرع المقدم منزلة سعيدة من حسن الحظ. طيب برج الحوت، العقدة الحقيقية موجودة في برج الحوت. هتجد بعد ضغوط المربع بتاع زحل هتأتي هذه الزاوية لتدفع الأسد إلى مراجعة اتجاه معين أو إعادة تقييم بعض القرارات. يعني بكرة 6 هيبقى فيه مربع ما بين زحل والشمس. بعد بكرة السبت هتلاقي بقى الزاوية المربع ونص دول بتاع العقدة الشمالية أو العقدة الحقيقية هتظبطك بقى مع المرود. بس انت انجح في الامتحان ده والعقدة هتعمل على تطويرك بشكل انت ما تتخيلوش. العقدة الشمالية ببيتك الثامن بتشير الى قضايا التحول النفسي، وبتشير الى قضايا المال المشترك، وبتشير الى قضايا الالتزامات العميقة والاسرار. الشمس في بيتك ال12 بيت الاعداء المخفيين بتجعل هذه المراجعة داخلية من جواك أكثر من كونها أحداث ظاهرة أو خارجية. القمر في الحمل في بيتك التاسع بيوقظ الرغبة جواك، الرغبة في التحرر، الرغبة في الانطلاق. بيتك التاسع موقع مهم وحلو بالنسبة للقمر وجوده فيه، فيدلك دفعة للانطلاق. يعني الزاوية بتقول لك ان بعض الملفات القديمة هتحتاج الى تسوية اولا. التأثير العام بيشبه الوقوف عند مفترق طرق، حيث ستصبح ايها الاسد الرؤية واضحة جدا تدريجيا. كل يوم بيعدي كل ما الرؤية بتبان عندك اكتر. يعني علامات الاستفهام اللي الاسبوع اللي احنا فيه ده الاولاني ده هيبقى في علامات استفهام كتير عند كل الابراج. هتبدا الرؤيه بالنسبه للاسد توضح بقى يوم بعد يوم بعد يوم، وهتلاقي ان القرار النهائي هيحتاج الى مزيد من النضج والى مزيد من التامل. يوم الاربع 8 يوليو ايها الاسد الزهره في الاسد في بيتك الاولاني عامله ايه؟ لا، في منزله ايه الاول؟ في منزله الصرفه الممتزجه. كلمه ممتزجه يعني نحس وسعد. طب ايه يخليها سعد؟ تعاطيك انت مع الزاويه. كل اسد هيتعاطى ازاي مع الزاويه. اذا تعاطى بفهم هتبقى زاويه سعيده، واذا معرفش يتعاطى باسلوب كويس هتبقى زاويه نحس. عشان كده الزاويه دي اسمها ممتزجه، ترجع لاسلوبك انت في كيفيه التعامل في ادارتك مع الزاويه دي اللي هي من 21 اسد الى 4 عذراء. نبتون في الحمل في بيتك التاسع عامله الزاويه دي اسمها ثنائي خماسي. زاويه حلوه ايجابيه، يعني حلوه بتظبط برضه. مع بدايه اليوم هيبدا المزاج الفلكي اللي هو يوم 8 في التحسن. الزهره ببيتك الاولاني ايها الاسد هتمنح الاسد جاذبيه كبيره ويبقى محلو، واخدين بالكم انتم، وهيبقى عنده حضور ملفت وقدره على استعاده الثقه بالنفس. نبتون يعني هو مغرور خلق الاسد، ناقص الزهره كمان تيجي تديله غرور. يلا الارزاق بالله، هو ربك هو الرزاق. نبتون في البيت التاسع بيفتح عندك ابواب الخيال، ابواب الالهام، الرؤيه المستقبليه. الثنائي الخماسي الزاويه دي بتخلق افكار مبتكره وفرصا غير مباشره للتطور الشخصي او حتى المهني. الزهره حكمت بيتك الثالث وحكمت بيتك العاشر، لذلك قد تأتي فرص عبر الاتصالات أو الإعلام أو العلاقات المهنية. الشمس ما زالت في بيتك ال12، لكن القمر في الحمل في البيت التاسع بيشجع على التفاؤل وعلى النظر إلى المستقبل بدل التركيز على الماضي. التأثير الكلي ليوم 8 هيمنحك إحساس بأن الضغوط السابقة لم تعد ضغوط، ولم تعد سوى مرحلة إعداد قبل الانطلاق الجديد. هيكون أقوى إن شاء الله. الخلاصة العامة للأسد من يوم 5 ليوم 8
الفترة دي كلها بتشتغل على محورين رئيسيين. ايه هما بقى؟ التنقية الداخلية والاستعداد لمرحلة جديدة. وجود الشمس ووجود عطارد في بيتك ال12 معظم الوقت هيخلي التركيز دايما على مراجعة الماضي وعلى إنهاء ملفات قديمة، بينما المريخ اللي موجود في بيتك ال11 وبلوتو اللي موجود في بيتك السابع بيفتحوا لك أبواب دعم وتحالفات مهمة للمستقبل. مربع الشمس مع زحل اللي هو بكرة هيمثل الاختبار الأكبر، لأنه هيطلب منك تحمل المسؤولية وعدم الهروب من الالتزامات، ولكن مع وصول تأثير الزهرة ونبتون في يوم 8 يونيو هيبدأ الإحساس بالانفراج، وهتظهر رؤية أوضح للمرحلة القادمة إن شاء الله. باختصار الأيام دي أشبه بآخر فصل قبل بداية سنة جديدة شخصية بالنسبة لك أنت أيها الأسد، لأن السنة عندك بتبدأ من الوقت اللي احنا داخلين عليه واللي احنا هنعيشه من بعد يوم 21، وفيها بيتم ترتيب الأوراق وإعادة ضبط الاتجاه استعدادا للانطلاقة الكبرى بقوة مع اقتراب الشمس من برجك. في النصف الثاني من شهر يوليو هتبدأ الأمور تاخد نغم تاني ووضع تاني. أتمنى للأسد وغير الأسد كل السعادة وكل الاحترام.